ازيكم؟ انا مصطفى النجار ودي قناه مهووس فن. الفيديو بتاع النهارده هيكون ترشيح لاحسن مسلسلات الكوميديه الغير مشهوره. فانت لو مش مشترك في القناه وبتحب الافلام والمسلسلات ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك. ويلا بينا. واول مسلسل معانا هو مسلسل ربع رومي. المسلسل ده من افضل المسلسلات اللي اتعملت في اخر كام سنه، والمسلسل من بطولة محمد سلام اللي بيستمر على طول في إبهاج جمهوره، وعامل دويت رهيب مع الفنان مصطفى خاطر ومع الفنان بيومي فؤاد. وقصة المسلسل بتدور حوالين بيومي فؤاد اللي هو أبو محمد سلام ومصطفى خاطر. لما بيروحوا ينقبوا على الآثار فأبوهم بيتصاب بلعنة بتخليه شكله يتغير كل شوية. فالمغامرة بتاعت المسلسل كلها بتدور حوالين مصطفى خاطر ومحمد سلام، وهم بيدوروا لطريقة يفك اللعنة عن أبوهم بيومي فؤاد. وبعد كده مسلسل سك على اخواتك. المسلسل ده من المسلسل الوحيد اللي انا ارشحه في القايمه دي للممثل علي ربيع. ليه؟ لان علي ربيع الكوميديا بتاعته ما بتعجبنيش، بس المسلسل ده فعلا من انجح المسلسلات اللي هو عملها في تاريخه. مسلسل سك على اخواتك قصته بتدور حوالين علي ربيع اللي ابوه بيتوفى وابوه بيكون مليونير، بس علي ربيع امه كانت مخبيه عليه اصلا ان هو ابوه عايش. فبيتفاجئ ان هو عايش، بعد كده يروح يستلم الورث بتاعه. فبيتفاجئ ان هو عنده اخوات بنات، وهو كالاخ الكبير مطالب منه ان هو يحافظ على ثروة ابوه ويحافظ على اخواته البنات. فبتدور احداث كوميدية في اطار الحفاظ على الثروة الخاصة بوالده واخواته البنات. وتاني مسلسل معانا للفنان مصطفى خاطر هو مسلسل تالت حظ. المسلسل بتتكلم احداثه عن شخصية مصطفى خاطر في المسلسل، وهو موظف غلبان شغال في مصلحة حكومية، وبسبب ان بيصرف على امه ومراته واخواته البنات يؤدي يتراكم الديون عليه فيكون مديون لطوب الارض. وفي يوم من الايام بيقابل صاحبه الفاسد اللي هو محمد انور، وبعد كده بيحصل مشاكل وحاجات بتخلي حياته تتغير 180 درجة، اتحول من فقير شحات لغني وصاحب املاك. وبعد كده عندنا مسلسل الواد سيد الشغال، وانا حطيت المسلسل ده في القائمة ديت لجمهور احمد فهمي. والمسلسل من بطولة احمد فهمي ومراته هنا الزاهد. والمسلسل بيدور احداثها حوالين الواد سيد اللي هو راجل غلبان بيكون عليه ديون كبيره جدا لرجل عصابات، فبيضطروا يهربوا طول المسلسل، وبيحصل بقى في الهروب بتاعهم دوت مواقف كوميديه. وبعد كده عندنا واحد من انجح المسلسلات الكوميديه الفتره الاخيره في سنه 2022، وهو مسلسل البيت بيتي. المسلسل ده من بطوله الفنانين كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر. وبتدور احداث المسلسل ده عن مصطفى خاطر اللي هو ابن رجل اعمال غني جدا وبيتوفى، فبيسيب له ورث كبير جدا، ولكن اخواته بيخبوا عليه وبيدوله قصر ملعون، فبيضطر انه يروح يسكن فيه. وهناك بيتفاجئ ان القصر ملعون، وبيحصل حاجات بتخليه يتقابل مع كريم محمود عبد العزيز. وهنا بتبدأ احداث المسلسل في اكتشاف اسرار القصر الملعون وازاي هيتصرفوا معاهم والمواقف اللي تحصل في القصر الملعون. المسلسل حلو جدا وانصح اي حد ان هو يشوفه. بعد كده عندنا اكتر مسلسل محبب ليا في القائمه ديت، وهو مسلسل موضوع عائلي. مسلسل موضوع عائلي بطولة النجم الكبير ماجد الكدواني. واهم ميزه في المسلسل دوت ان الكاست كله عباره عن ممثلين مش مشهورين، وكان بياخدوا ادوار صغيره، وفي المسلسل ده خدوا ادوار كبيره. والصراحه استغلوا الموضوع ده احسن استغلال، وكلهم ابدعوا في ادوارهم، وحرفيا هتتعلق بكل الشخصيات اللي موجوده في المسلسل، من اول رمضان الاب المزعج وبنت ماجد الكدواني الساذجه جدا لحد ماجد الكدواني اللي هو الشخصيه اللي بتدور حوالينها احداث المسلسل اصلا. المسلسل مكون من 10 حلقات، ومتتضايقش لما يخلص ال10 حلقات دول. الحمد لله في جزء تاني مكمل للأحداث نزل من فترة ومكون من 12 حلقة. وبعد كده عندنا مسلسل نيلي وشريهان. المسلسل من بطولة الإخوات دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، ومعاهم الدويتو الرائع مصطفى خاطر ومحمد سلام. المسلسل بيقتبس حاجات زي ألف ليلة وليلة وزي كتب المصورة بتاعت ميكي ماوس وعم دهب. والمسلسل بتدور احداثه حوالين كنز بيدوروا عليه، وبيحصل مواقف كتير طريفه وهم بيدوروا على الكنز دوت. انا بقى هنا ما اتكلمتش عن المسلسلات المشهوره جدا، بس حبيت احط نبذه عن المسلسلات ديت في اخر الفيديو. تبدا بمسلسل الكبير قوي. المسلسل دوت متكون من 6 اجزاء، كل جزء لوحده عظمه. وبعد كده عندنا مسلسل اللعبه. مسلسل اللعبه دوت واحد من انجح المسلسلات في الفتره الاخيره برضو، بس شروطه كبيره جدا فما حطوش في القايمه. المسلسل مكون من 3 اجزاء لحد دلوقتي، وممكن يعملوا جزء رابع، والمسلسل ناجح جدا. بس انا ما رشحش الجزء الثالث لان هو مستواهم قل جدا في الجزء الثالث.
بس كده، ده كده يكون الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لي لايك.